ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى كده روتين خامس يوم رمضان. كان روتين سهل وبسيط، هنبدأ مع بعض كده. بدأنا يومنا بقى كده انا وبنتي بقى ان احنا طبعا الغسيل ده يعتبر كل يوم، يعني لو مش كل يوم بيبقى يوم ويوم. فأول حاجة ببدأ بيها لو انا هشتغل هغسل يعني هدومه كده، ببدأ ان انا اولع الغسالة واشغل بقى وانا شغالة في البيت كده. بالِف فيها، فبابدأ بقى إيه، إن أنا أشغّل الغسالة حواليّا، بحيث إن أنجز بقى يعني على أمّا أخلّص كل شغلي، يبقى في الآخر بقى إنه أنشر بقى كده الهدوم، ويبقى كده الوقت خلص معايا بكل سهولة. ما اقعدش بقى إن أنا التصبين لوحده، لأ غسيل مواعين لوحده، لأ كلّه في نفس الوقت كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. خلاص كده بدأت بقى تصبيني كده، وجات بقى بعدها على طول دخلت ندى بقى. قالت بقى هيكنس السلم وسيّقه. السلم برضك للي شاف روتيناتي قبل كده على طول يعتبر يوم ويوم أو كل يوم بنسيّقه علشان القطط وكده. هي بقى طلعت حطّت المشّايات دي على السطح، ولمّت كل الكاوتشات دي والحاجات دي في الجزامة اللي أنا طلعتها على السلم فوق. زي ما انتم شايفين طبعا اي بيت ما بيفضلش نضيف طول النهار، لازم الاولاد تعاك نعمل. فطبعا الروتينات دي بتكون تشجيع ليا وليكم علشان دايما البيت يكون نضيف واول باول ننضفه. عملت بقى كده، هي حطت بيركس في الميه ونضفت بقى سيقت السلم كده وظبطته. طبعا مرضتش تجيب معاكم بلبطة الميه خالص، وريتكم بعد ما خلصته وسابته ينشف بقى، وبعد كده تفرش المشاية اللي قدام الشقة. هنا بقى دي أوضة المذاكرة بتاعتهم اللي هي مش عارفة بقى أكتركم شفتوها كده في الروتينات اللي قبل كده. فهي برضو بتقوم بادئة بيها، يعني على طول بتحب تطلع تبدأ كده من بره وبعد كده تخش الشقة. في الوقت ده بقى أنا كنت بقى ولعت على التصبين وقلت بقى إيه أغسل الهدوم وكده وهي بقى إيه تعمل. هنا بقى روقت براتكم بقى اوريكم ان هي روقت كده الأوضة، وكمان كنت عاملة لهم فيها النور بتاع رمضان ده. ف يعني إيه، ولمّا بينزلوا بقى يذاكروا وكده بتبقى نضيفة عليهم وكويسة. هُم بقى لمّا يرجعوا بقى ينزلوا يذاكروا ي ي ي يعني واحد بقى يطلع والتاني يسيب، فيسيبوا الأوضة كلّها بايظة وفي الآخر ندى اللي بتنضّفها. دي بقى كده دخّلت فتحت الصالة، كانت الصالة نضيفة، فما كانتش محتاجة أي تنضيف خالص. ودخلت بقى هنا بقى على الأوضة بتاعتي يعتبر نضيفة، ما فيش فيها أي حاجة. النور ده كنا سايبينه مسروج بقى طفته وكده، وفتحت الشبابيك وضبّطت. يعني عايزة أقول لكم إن إحنا لمّا بنعمل الروتينات دي معاكم بنعملها كتشجيع مش أكتر. طبعًا كلّكم بتعرفوا تنضّفوا، كلّكم بتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس هو بيبقى تشجيع بحيث إن أنتِ تقومي كده بدري وتخلّصي شغلِك وتنجزي كده، يبقى البيت كده. ولازم حتى لو الجو برد الدنيا بتشتي، فتحي شبابيكِك على طول وخلّي كده الشمس تخش البيت، حتى لو ما فيش شمس يبقى في هوا وغيّرت النَفَس كده في الأوض وفي البيت كُلّه. هي بقى خلّصت هنا كده ودخلت بقى إيه على الأوضة بتاعتهم برضُك نضّفتها. ف يعني الحاجات كده لمّا بتكون أول بأول نضيفة معاكِ بتبقي سهلة. خلاص بقى بنخلّص كل ده بقى كده، وبابدأ بقى أخُش على المطبخ بقى، أخلّص بقى غسيلنا وأبدأ بقى إيه لو في مواعين كانت مغسولة أعينها وأغسل بقى المواعين التانية. هي هنا كانت بتورّيكم برضُك الأوضة لمّا نضّفتها. وبرضُك مسكت برضُك الحمّام بعد ما زيّقنا السلِّم، غسلنا الحمّام برضُك غسلة حلوة. يعتبر الحمّام ده من روتينِك اليومي، يعني ما يبقاش يوم ويوم ولا كلام من ده خالص. الحمّام لازم يكون روتين يومي عندِك إن أنتِ تغسليه وتنضّفيه. هنا كانت الكهربا قطعت وهي بتورّيكم بقى المطبخ والكهربا قطعت وكده. هنا بقى ده الحمام بعد برضك ما نضفته. لازم الحمام يبقى ارضيته ناشفه زي ما انتم شايفين كده، وكل حاجه فيه منظمه ونظيفه، وتكون ريحته معاكي حلوه. ده بقى ايه اهم حاجه انا بحس ان هو اهم حاجه في الشقه. لازم يبقى كل حاجه فيه مظبوطه ونظيفه. احنا بقى خلاص بقى قلنا بقى هنعمل فطار النهارده. كانوا بقى زهقهم، كنا قبلها بيوم معزومه عند والدتي وكده، وقبلها بقى كان فراخ ولحمه وبرضك رجعنا عملنا تاني فراخ. العيال بقى ايه قالوا لا نغير اعمل لنا بقى كشري. كان باباهم عايز يجيب سمك، قالوا لا احنا هنعمل كشري عدس، احنا زهقنا من الايه من الاكل ده. فهنا بقى حطيت انا ده طبخي في الكشري. انا بحط العدس على الرز واغسله غسيل حلو، وبحط عليه الميه والكركم والملح واولع عليه. في ناس بقى بتشوح الرز والعدس وبعد كده تنزل بالميه، فانا بعمل كده. وفي الاخر بقى
لا اما احط شويه زيت في المقلايه واقدحهم عليه، لا اما احط سمنه وفلفل اسمر على الوش. بس انا بعمله بالسمنه. فالسمنه بقى لما تحطيها كده على الوش، لما هو بقى بيتشرب الميه واسيبه كده لغايه ما الحبايه بتاعته تبقى حلوه كده ويستوى حلو، بقوم رايحه جايه في الاخر بقى حاطه له كده 3 4 معالق سمنه على الوش، وبحط له بقى شويه من الفلفل الاسمر. بيبقى الكشري بجد ممتاز جدا ومفلفل. وبحب احط الكركم علشان لونه يبقى حلو. هنا بقى ايه، عملنا كده برنجان مقلي زي ما انتوا شايفين بقى. إيه، جهزت بقى البرنجان ورشيت عليه ملح. وطبعا تقدري تقطعيه التقطيعه اللي انت عايزاها. انا بحب كده ان انا اشيل منه كده شويه من القشر واسيب برضك شويه. هنا بقى حطيت عليه كده الملح واسيبه كده شويه في البلاستيكيه، وبعد كده اصفيه في المصفى تنزل كل السوائل اللي فيه. دي برنجانه كده احنا هنعمل بيض تركي، فدي بقى هقول لكم هنعملها ازاي دلوقتي مع بعض. هنا برضو ده بقى كده البطاطس. بجد انا بحب جدا اكلة الكشري دي، واكتر اكل يعتبر لما بطبخها ما بيفيدش منها حاجة خالص. لان طبعا انت بتعملي بقى بطاطس وبرنجان وسلطة وبيض. البيض بقى لو هتعمليه طبعا تقليه او تسلقيه او تعمليه تركي زي ما هورولكوا دلوقتي. حطيت لها برضو خل وملح كده، وكان عندنا برضو الجرجير وعملت السلطة. يعني بجد هو كان فطار سهل وبسيط، وكان بجد جميل جدا وتغيير. ان طبعا احنا من اول رمضان بنعمل حاجات كتير، وطبعا مش كل يوم لازم نعمل حاجة يعني فراخ او لحمة. لا، كل اكل ربنا كويس، وكل حاجة طبعا لازم نعود عيالنا على ده وعلى ده. هنا بقى كان الكشري برضو هديت النار عليه، والبيض خلاص يعتبر السلق وطفيت عليه النار. وهنا بقى عملت البرنجان. البرنجان تحطيه على نار عالية بعد ما طبعا نقعتيه في الملح في الملح وصفيته. عايزاه ما يشربش منك زيت، وطبعا برضو تعمليه على نار عالية. هنا بقى كانت خلاص ندى برضو ربنا يخليها لي يا رب ويسترها معاها ويفرحها. طلعت كده برضو نشرت بقى كده كل الهدوم على البرندة. هي المرة اللي فاتت كانت نشرها معاكم في وسط السطح، وكانت بتوريكم منظر الأراضي من جنبنا. بجد المنظر جميل جدا. هي بتحب طبعا بالذات ساعة المغربية تطلع تتفرج على المنظر ده. هنا زي ما انتم شايفين القطع اللي على الوش دي كده سمنة، وحطيت فلفل أسمر. كان خلاص بقى الكشري خلاص. هنا بقى كانت بتقفل الشقة وبتوريكم الفوانيس بتبقى تجهز الصالة كده، اللي هو الجو الرمضاني ده كده، وتظبط الأنوار وكلام من ده. فهي حبت ان هي توريها لكم معاكم، توريها معاكم. ودي الفوانيس اللي خالهم جايبها لهم في رمضان. ربنا يخلوا لنا يا رب. هو معودهم كده كل رمضان يجيب لهم الفوانيس. هنا بقى البيض التركي ده انا شوحت بصلة متقطعة حتت، وحطيت عليها البرنجان شوحته، وبرده بطاطاية مبشورة. البرنجان ببشره والبطاطس ببشرها، وجزر مبشور وفلفل وطماطم لغاية ما كل حاجة اتسبكت مع بعضها. بتفرديها كده في المقلاية، وتحط عليها البيض المسلوق كده تقطعين صاص وتحطيه عليها، وشوية من الفلفل الأسمر. وطبعا كنا مبهرين الخلطة اللي تحت ديت. وكمان بقى هنا حطينا كده كيسين من الكاتشب، ما كانش عندي كاتشب فاستخدمت الأكياس دي. وتحطي بقى جبنة مشكلة أو جبنة موزاريلا. كان عندي الجبنة المشكلة اللي هي الحمد دي. بجد البيض ده بيبقى خطير جدا جدا جنب الكشري. وكل يعني لو عملتيه بجد أولادك هيعشقوه. وبكده خلاص ده كان فطاري معاكم النهاردة، وكان روتيني. يا رب روتيني يكون سهل عليكم وتتشجعوا كده، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد أول بأول.